السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا جميعاً بخير. مرحباً، اسمي أحلام. كان عمري آنذاك 18 عاماً. تعرفت عليه في مناسبة عائلية. منذ اللحظة الأولى التي رأيته فيها، شعرت أنه الرجل المناسب، الهادئ والمتزن. طلب مني الزواج سريعاً، وواجه قرار الزواج منه معارضة كبيرة من والدتي. كانت ترغب في أن أكمل دراستي والحصول على شهادتي، لكنني كنت أرى المستقبل معه في التجارة التي اشتهرت بها عائلته في المدينة. توقف كل شيء في حياتي، وكنت أشعر بضياع كبير، لكن مع إصرارنا وبمساعدة الأقارب، وافقت والدتي وتم الزواج. بدأنا من الصفر تقريباً. والد مصطفى هو من أعطانا المال لبدء مشروعنا، ليس كهدية بل كسلفة. كان هذا المال هو نقطة انطلاقنا، وكنا مصممين على تسديده بأسرع وقت. كنا شباباً مليئين بالطموح والحماس، عملنا ليل نهار لتطوير مشروعنا. في البداية كنت أقيم مع والدي مصطفى لمدة 3 سنوات. جمعنا كل قرش نكسبه لنضيفه إلى رأس المال، وعملت أنا أيضاً في التجارة. حتى فكرة إنجاب الأطفال أجلناها، فقد كان هدفنا بناء مستقبل مستقر لنا ولأولادنا القادمين. كنت فخورة وسعيدة بزواجي، وكل يوم كنت أشعر بسعادة أكبر مع مصطفى. كنت أراه نصف روحي الآخر. والحمد لله، كانت حياتنا تمضي بسلاسة بين المحل والبيت. كان يسافر لأعماله مرتاح البال، مطمئناً أنني أدير كل شيء على أكمل وجه. ومع ازدياد الأرباح وتوسع المحل، تمكنا من شراء قطعة أرض خارج المدينة، وبدأنا ببناء منزلنا الخاص. كان منزلنا يكبر شيئاً فشيئاً، وكنا نغمره بالفرح مع كل إضافة صغيرة. بدأنا ببناء الطابق الأول، وعندما وصل خبر حمل الأول كانت الفرحة لا توصف. كنت أشعر براحة وسكينة، ومع مرور الوقت اكتمل بناء المنزل. انتقلت للعيش في المنزل الجديد بينما تولى مصطفى مسؤولية المحل. كانت التجارة تسري في دمي، وكنت أستمتع بعملي كثيراً، لكن مصطفى بدأ يضغط علي لأترك العمل وأتفرغ للمنزل والأولاد. كان لدي طموح كبير في التجارة، حلمت بتوسيع مشروعي الخاص. تنازلت عن حلمي، وبعد إنجاب طفلي الأول ثم الثاني والثالث والرابع، أصبحت مسؤولة عن كل شيء في المنزل. ومع كبر الأولاد ازدادت مسؤولياتي. كنت أحرص على القيام بكل شيء على أكمل وجه: تعليم الأولاد، تدبير أمور المنزل، رعاية زوجي الذي كان يهتم بعمله فقط. كنت أول من يستيقظ وآخر من ينام. كنت أدعم مصطفى بكل طاقتي بينما هو تفرغ لعمله وراحته. أصبحت أتحمل مسؤولية الأطفال، دراستهم، مشاكلهم، مشاكل العائلة، وحتى مرض والدتي. لم يكن يعلم بخبر أي شيء. كنت أنا من يدير كل شيء وأجعله يعمل ويرتاح. كان يعتقد أن من حقه أن يرتاح، وكثيراً ما كان الأقارب يلومونه، يقولون له: ماذا تفعل؟ زوجتك هي من تدبر كل شيء وأنت مرتاح. كانوا ينتقدونه، لكنه لم يهتم. كنت أراه مرتاحاً، وهذا كان يكفيني. مع الوقت بدأ مصطفى يسافر كثيراً، وكان يخصص وقتاً للأكل والنزهات. هاتفه لا ينقطع عن الرنين. لم أعاتبه، كنت أعرف أن عمله يتطلب ذلك. بعد كل سفر كنت أذهب لأراه وأقول له دائماً: الله وفقك. في إحدى المرات الأخيرة التي كان سيسافر فيها، لاحظت شيئاً غريباً في حديثه. كان يتحدث بطريقة غير مألوفة. سألته: هل هناك مشكلة؟ أخبرني أن لديه موضوعاً مهماً يريد أن يخبرني به،
قلبي كان يدق بقوة وظننت أنه يخص العمل. خير إن شاء الله، قلتها بتوجس. نظر إلي وقال بهدوء: أفكر في الزواج، أريد أن أرتاح. صدمتني كلماته، شعرت كأن قلبي يتوقف. نظرت إليه بصدمة ودموعي بدأت تنزل. لم أكن أصدق ما أسمع. كيف بعد كل هذا العمر وكل هذا الحب وكل ما بنيناه معا يأتي ويقول هذا الكلام؟ كنت أظن أنه يحبني ولن يفكر في غيري. قلت له: أولادي، حياتنا، مشاريعنا، كل شيء بنيناه معا. أجابني ببرود: سنسافر إلى إسبانيا من أجل العمل، أريد موافقتك. هذه الموافقة مجرد إجراء. أنا رجل ومن حقي أن أتزوج. المشكلة لم تكن في الزواج بحد ذاته، بل في رغبته في عيش حياة أخرى، وكأنه يمحو كل شيء بنيناه. لم أصدق أن زوجي يفكر بهذه الطريقة. بعد كل التضحيات التي قدمتها له، أصبح يريد أن يقضي وقته مع امرأة أخرى بينما أولاده نائمون. قال لي: أنت تعبت كثيراً، أنت حرة. الزواج حلال، هذا من حقي، ولكن أنا مرتاح معك، ومعك كل شيء مباح. نظرت إليه والدموع تملأ عيني. كنت تحبني، كنت خياري الأفضل، والآن تريد الزواج من أخرى؟ أجابني: لقد اخترت السيدة، وأنت تعرفين أنني لا أتراجع في كلمتي. ولا يمكنني التخلي عن الناس الذين وعدتهم. خرج من الغرفة وتركني وحيدة في صدمة. تمنيت لو لم أكن أسمع هذا الكلام. شعرت بأن كل شيء انهار. بدأت أفكر في قلبي الذي بنيت عليه أحلامي. أيقنت أنه يجب أن أفكر في مصلحتي أولاً، ومن الآن فصاعداً سأفكر في أولادي فقط. أدركت أنني خسرت استقراري النفسي، وأن الخسارة على كل حال كانت حتمية. لقد خسرت الكثير منذ اليوم الذي أصبحت فيه امرأة أخرى في حياته. واجهت مصطفى. لم يعد في عيني ذلك الرجل الذي عرفته. لقد خطط لكل شيء، لكل تفاصيل، لكل قرش. كان الأمر كالصاعقة. طلبت منه بعض المال، وطلبت منه محل والده لأعيد فتحه والعمل فيه. وقلت له: بعد هذا اليوم أنت حر في قراراتك، وأنا سأقرر إن كنت سأبقى معك أم لا. قررت أن أبقى معه لأنني أنا من بنيت معه كل شيء. لن أترك كل شيء وأرحل. وما ذنب أطفالي أن يبقوا بلا أبيهم الذي يعاملهم معاملة رائعة؟ لن أستطيع أن أحرمهم منه، لكن بشرط على أن أعيش حياتي. لن أفكر فيه ولا فيما يفعله. وصل خبر زواجه الثاني. كنت مذهولة. كيف يمكنه أن يتزوج وكأن شيئا لم يكن؟ لم أكن أرى ما كان يفعله. أعطاني محل والده وبعض المال قائلا: هذه بركة، لا تحتاجين لشيء مني. فهمت أنه تزوج حقا. لم أستوعب الأمر. أخذت ذهبي وذهبت إلى محل الذهب لأبيعه. لم يكن معي الكثير من المال، لكنني قررت أن أستثمر هذا الذهب في نفسي ومستقبلي. كان هذا الذهب يمثل الماضي، لكنني كنت أنظر إليه كفرصة لمستقبل أفضل. بعد 15 يوماً جاءني من مصطفى ليخبرني بأنه دفع مبلغاً كبيراً لزوجته الثانية. قال أنه من حقها أن تأخذ ما تريد. شعرت أن قلبي ينزف. طلبت منه ألا يخبرني بأي شيء يخصه. طلبت منه أن يتركني وحدي، لكنه أصر على إحضار فتاة لتساعدني في المنزل. رفضت ذلك في البداية وقلت له إنني لا أحتاج مساعدة، لكنني عدت وفكرت ملياً في الأمر، وأفقت على مضض. أحضر فتاة صغيرة وبدأت أستعيد حياتي شيئاً فشيئاً. بدأت أخرج مع صديقاتي القدامى وأهتم بنفسي أكثر. في أحد الأيام جاء مصطفى إلى المنزل. كنت قد تركت المنزل لبعض الوقت،
وعندما عدت شعرت بتغيير كبير فيه. كان مشتاقا لي. شعرت وكأن قلبي ينبض من جديد. قال لي: أنت مختلفة. أين كنت؟ لقد اشتقت إليك، اشتقت لروحك القديمة. قلت له بكل احترام وهدوء: أنا أعمل على نفسي. أنت كنت تطلب مني أن أتغير، والآن أنا أتغير. الحمد لله، ربي سهل عليك. قال لي: أريد أن أعود للعمل معك في المحل. المحل بدونك ليس له روح. قلت له: أنا لا أحتاج للمال منك، ولكن إذا كنت تريد أن تعمل فليكن ما تريد، لا أمانع. بعد ذلك بدأت أعمل على نفسي بجد أكبر. وضعت طاقتي كلها في بناء مستقبل جديد. كنت أقابله من حين لآخر وأسمع منه عن مشاكل التجارة. كنت أرى كيف كان يتغير شيئاً فشيئاً. أصبحت أهتم بأولادي ودراستهم وبنفسي أكثر. عدت إلى العمل وبدأت أستعيد ثقتي بنفسي. أصبحت أقوى من ذي قبل. لم أعد أهتم بما يقوله الناس، ولم أعد أفكر في الماضي أو أخطائه. أصبحت أعيش من أجلي ومن أجل أولادي. الآن أنا مرتاحة. هذا ما أريده لنفسي. أصبحت امرأة قوية لا أعتمد على أحد. أصبحت أمتلك مدخولي الخاص وارتفعت ثقتي بنفسي. أصبحت أفكر في أحلامي القديمة التي كانت مدفونة. أصبحت أهتم بنفسي 1000 مرة. أقول لكل امرأة: راحتك في عقلك. لا ترهني قلبك وعقلك لرجل. فكري في مصلحتك أولاً. إذا قررت أن تكملي حياتك مع رجل لا يستحقك، فكري في نفسك جيداً. لا تضحي بنفسك من أجل أحد. الرجل والمرأة كلاهما يجب أن يهتما بنفسيهما. في سفرتنا الأخيرة سمعت للمرة الثانية عن مشاكل زوجته الثانية. شعرت وكأنها تحاول استغلاله. لم أتدخل في مشاكلهم. أنا أؤمن بأن لكل شخص نصيبه. أنا أعمل بعقلي وأطور من نفسي يوماً بعد يوم. لقد التحقت بالجامعة وسأحصل على شهادتي قريباً إن شاء الله. كنت سعيدة، لكنني كدت أقع في الفخ مرة أخرى. كادت مشاعري وعواطفي تسيطر علي، لكنني قررت أن أعمل على نفسي وأن أكون ناجحة. أصبحت أسافر وأسوق سيارتي. كل يوم أرى نفسي أقوى. الغيرة بدأت تسيطر على زوجته الثانية. لم تستطع السيطرة على مشاعرها. أصبحت تخلق المشاكل مع مصطفى. كانت تطلب منه المال تستغله. عندما حدث الطلاق بينهما أخبرني مصطفى أنه يشعر بالراحة. لم أهتم بإجابته. أكملت طريقي وطموحي يزداد كل يوم. حلفت ألا أعود كما كنت. هذه قصتي. أتمنى أن تستفيد كل امرأة منها. لا تجعلي قلبك يتحكم فيك، بل اجعلي عقلك يدير حياتك. فكري في مصلحتك وفي مصلحة أولادك. الزواج ليس سجناً. كوني قوية مهما كانت الظروف.